السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هقول لحضراتكم إزاي تربط الريسيفر بتاعك بالواي فاي بتاعك، سواء كانت الشبكة بتاعتك مخفية أو مفتوحة. وكمان هقول لك على سر خطير تعمله في الريسيفر بتاعك عشان يفتح لك سيرفر الاي بي تي في بدون تقطيع، وكمان هيشغل لك الانترنت بشكل سريع على الريسيفر. لكل واحد بيعاني من الدخول لسيرفر الاي بي تي في وبيجي له تقطيع بشكل كبير جدا، الفيديو اللي معانا النهارده هيحل كمان مشكلة التقطيع ان شاء الله. اول حاجة بتعملها علشان تضيف شبكة الواي فاي على الريسيفر، انا هشرح الطريقة النهاردة على ريسيفر معالج سان بلس. الطريقة بتكون واحدة على جميع الاجهزة، وان شاء الله في فيديو تاني هشرح الطريقة على ريسيفرات معالج جي اكس. اول حاجة بتعملها بتضغط على زرار مكتوب عليه المنيو في ريموت الريسيفر علشان تفتح اللوحة او المربع اللي قدامك الخاص باعدادات الريسيفر. هتقف قدامك اختيارين، في بيقول لك اختيار واي فاي، ولو ما عندكش الاختيار هتنزل عند كلمة الاعدادات. هنزل عند كلمة الاعدادات وبعدين هضغط على اوكي. هتفتح لي لوحة فيها بعض الاختيارات. هتنزل عند الاختيار المكتوب عليه تكوين الشبكة، وبعد كده هتضغط على اوكي. هيدخلك في اللوحة الخاصة باعدادات تكوين الشبكة. كل اللي عليك هتختار نوع الربط، هتختاره شبكة لاسلكية، وبعدين تنزل عند كلمة الاعدادات تاني اختيار وتضغط على اوكي. هيقول لك هنا الرجاء الانتظار، وهيدخلك على اللوحة الخاصة بشبكات الواي فاي. لو بصيت دلوقتي قدامك هتلاقي في شبكات مفتوحة مش مخفية. لو شبكتك مفتوحة مش مخفية واسمها جاي قدامك، كل اللي عليك بس هتضغط على زرار اوكي، وبعدين هتنزل عند كلمة السر، وبعدين هتضغط على اوكي، وبعدين هتبدأ تكتب من الرموز الارقام والحروف اللي حضرتك عاملها. طيب بعض الناس هيقول لي ده انا ضايف علامة دولار وعلامة هاشتاج وبعض العلامات الاخرى. هقول لك عشان تغير اللوحة ديت لكابيتال او سمول وتغير الهاشتاجات او اي حاجة انت عايزها، بتضغط على الزرار الاحمر مرة كمان، بيجي لك اهوت الدولار وعلامة الات وعلامة الكلام ده كله. بعد كده هتكتب الباسورد بتاعك بدون اي مشاكل، وبعدين هتضغط هنا على الزرار الازرق للتأكيد. وبعد كده هتجيلك اللوحة اللي انت كنت واقف عليها. اهم حاجة لازم تعملها، هتيجي عند الرابط الآلي وبعدين هتضغط على اوكي علشان الريسيفر لما تعمل له فتح وقفل تلاقي كلمة الريسيفر اتصل بالانترنت بشكل اوتوماتيك. وبعدين هتنزل عند كلمة الرابط وبعدين هتضغط على اوكي. هتلاقي الشبكة بتاعتك تمت الاتصال. طيب بعض الناس بقى هيقول لي انا عندي الشبكة بتاعتي مخفية، اضيفها ازاي على الريسيفر؟ هقول لك كل اللي عليك لو بصيت تحت بيقول لك اضافة يدوية، بتدوس على الزرار الاخضر. يعني علشان تضيف شبكة جديدة هتدوس على الزرار الاخضر الموجود في ريموت الريسيفر عشان تفتح. بيقول لك هل انت متاكد انك تريد حذف بيانات دليل اضافيه؟ هتقول له اوكي، وبعدين هتدوس على الزرار الاخضر مره اخرى عشان تفتح لك اللوحه الخاصه باضافه شبكه. بيقول لك هنا اول اختيار كلمه اس اس اي دي هتقف عليها، وبعدين هتضغط على اوكي وتبدا تكتب اسم الشبكه بتاعتك. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، لو كابيتال او سمول او حروف او رموز بتدوس على الزرار الاحمر من الريموت عشان تغير اللوحه اللي قدامك. بعد ما تكتب اسم الشبكه هتضغط على الزرار الازرق للتاكيد، وبعدين هتنزل عند تاني اختيار اللي هو نوع الشبكه. هتلاقي فيه اختيارين بس، هتختار الاختيار اللي هو الشبكات اللاسلكيه، وبعدين هتنزل هتختار نوع الشبكات اللاسلكيه. وبعدين بيقول لك هنا التشفير، يبقى ثالث اختيار بيقول لك التشفير. بيقول لك هنا لا توجد حمايه، هتضغط على اوكي. وانت واقف على كلمه لا توجد حمايه لان في حمايات كتيره جدا، ما تعملش اي حاجه، تختار الكلمه اللي فوق لا توجد حمايه على طول عشان ما تدوخش نفسك. وبعدين هتضغط على اوكي، وبعدين هتنزل عند كلمة السر وبعدين هتضغط على اوكي. وبرضه هتبدأ تكتب كلمة السر بتاعتك، لو كابيتال او سمول بتغير من الزرار الاحمر الموجود في ريموت الريسيفر. وبعد ما تكتب الباسورد بشكل صحيح هتضغط على الزرار الازرق عشان برضه يرجعك للوحة اللي كنت عليها.
وبعدين هتدوس على كلمة الربط الآلي، وبعدين هتنزل عند كلمة الرابط وتضغط على اوكي. وبكده هيجي لك تم اتصال الشبكة بتاعتك بالواي فاي او الرسيفر، تم الاتصال بنجاح. هقول لك بقى على النقطة المهمة اللي لازم حضرتك تعملها لما تيجي حضرتك تتصل بالشبكة بتاعتك. كل اللي عليك لما الشبكة بتاعتك تعمل اتصال على الرسيفر، هتقف على اسم الشبكة بتاعتك ايا كانت، وبعدين هتضغط على اوكي. هتنزل عند كلمة اسمها اكثر. طب هتنزل لها ازاي؟ بالزرار اللي بينزل القنوات لتحت. هتنزل عند كلمة اكثر وبعدين هتضغط على اوكي. هتفتح لك اختيارات كتير جدا. هتنزل عند كلمة اسمها دي ان اس سيرفر، اخر اختيار قدام حضراتكم دي ان اس سيرفر، وقدامها كلمة الآلي وعلامة صح. هتطلع تشيل علامة الصح تدوس اوكي، وتنزل تحت عند الاربع اصفار او ايا كان الرقم، هتضغط اوكي من الريموت، وبعدين تكتب 008 008 يعني تكتب رقم 008 اربع مرات، وبعد ما تكتب الرقم هتضغط على اوكي وتنزل عند كلمة الرابط وتضغط على اوكي. هيقول لك فشل الاتصال هيقفل الشبكة ويتصل تاني. بكده ادخل على سيرفرات الاي بي تي في بتاعتك، هتلاقيها فتحت معاك بدون اي مشاكل خالص، وكمان اشتغلت معاك بدون تقطيع. لو عندك اي مشكلة تخص هذا الفيديو او مشكلة اتصال بالانترنت، سيب لنا اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد على حضراتكم في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.